السلام عليكم يا اغلى واحلى متتبعين ديالي العزاز الغاليين، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم غنشارك معكم ميني بطبوط اللي كيجي رائع بزاف وخفيف ومهوي من داخل، كيجي مزيون بزاف، واهم شيء يعني اقتراح ساهل وكيجي روعه. اول حاجه انا عندي الدقيق الفرص والفينو، الدقيق الابيض والفينو. والابيض مثلا كنعمل جوج زلايف ديال الدقيق الابيض، وكنعمل زلافه ديال الدقيق الفينو، وكنعمل جوج معالق او المعلقه ونص ديال الخميره. انا كنعمل الخميره معجونه، وانتم بغيتو اعملوا الخميره حبوب. كنعمل جوج معالق ديال الزيت وشويه د الملح، واحد معلقه ديال السكر. هنا عجنتها وكنعملها في هذا المول، كنغطيها وكنخليها حتى تختمر مزيان. ضروري في هذه المرحله في الاول خمروا العجينه مزيان، وفي المرحله الثانيه ما تخليوهاش تخمر مزيان. هنا شفت تبارك الله بعد ما خمرت. انا هنا زربت لكم الفيديو باش من الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف. انا شاركت معكم غير طريقه العجينه اللي كنعجنها انا وطريقه ديال الخميره. هنا شفت تبارك الله العجينه كتكون خفيفه، ضروري اخوتي خليو العجينه خفيفه باش كيجيكم ديك الميني بطبوط مهوي من داخل، كيجيكم خفيف وكيتنفخ، ما يجيش عامر من داخل، كيجي مهوي من داخل. انا غنشارك معكم كيفاش جاو. هنا كنزول منهم ديك الخميره او الهواء. هنا كنقصهم كويرات باش غندلقهم بمطلق باش يجوني ساهلين. كما قلت لكم هاد العجينه ساهله، واهم حاجه خليوها خفيفه، كتلصق في اليدين كما كتلاحظوا معايا. هنا قطعتها لخمسه الكويرات. تبارك الله هاد الكميه خرجت ليا كميه وفيره. هنا كنجيب واحد الصينيه او شي بلاطو كنزل فيها الكويرات كاملين باش كنطلق الكره الاولى اللي عملتها باش كيجوني ساهلين نطلقهم. هنا انا كنورقهم او نطلقهم بدقيق الفينو كما قلت لكم بالمطلق مع العجينه. خليتها ترتاح، ما خلوش بزاف، غير شويه ترتاح. شو الصراحه كل ما خليتوا العجينه ترتاح راه غتساعدكم في التليق، وما غيجيوكم ما يكونوا نقطعوا هاد الخبيزات ما يجوناش شي صغار. يعني حنا كنقطعوا الا ما طلقتوش، الا ما خليتوش العجينه ترتاح بزاف مزيان، راه نتوما كتشكلوا ديك بطو ميني بطبوط هو كيتجمع معكم. ضروري خليو العجينه ترتاح، وفي نفس الوقت رشوا لها الدقيق الفينو باش ما كتلصق لكمش العجينه. راه تبارك الله المغربيات وحادقات تبارك الله كلشي كيعرف في ميني بطبوط. غير بغيت نشارككم معكم الطريقه ديالي اللي كيجيو ساهلين وفي نفس الوقت كيجيو منفوخين ومهويين من داخل. هنايا بعد ما شكلت الكره الاولى كنمشي باش كنقطعها. انا كنقطع دائرات، هيدا دائرات صغار بهذا مرشم، وانتم قطعوهم كما بغيتو، عملهم تلتين او مربعين بحق هالطريقه اللي هي اللي كتبقى معتمده عندنا الصراحه وساهلين. هنايا العجينه ما كنخليوهاش غليظه، كنرقوها وفي نفس الوقت ما كنرقوهاش بزاف. هنا كل ما رققنا العجينه كتجينا شي عامره من داخل، ديك ميني بطبوط ما كيجينا شي عامر من داخل، كيجينا منفوخ ومهوي من داخل. انا شكلت معكم هاد الكره الاولى. هنا بقى لي واحد الطريف د العجينه كنزيدو، ما كنخليش حتى هو كنقطعو. وبالنسبه لهاد البقيه ديال العجينه انا كنجمعها كنعملها في واحد بلاصتيكه باش كترتاح، وحتى هي كنرجع نشكلها. اولا شو تبارك الله خرجت لكم كميه كنعملها خبزه، يعني خبيزه كبيره. هنا جبت واحد البلاطو ضروري فرشوا شي من ديال البيض ديال خاص بالعجينه
هنا كنخليهم يرتاحوا، ما كنخليهمش يخمروا بزاف. ضروري اخوتي خليهم يخمروا غير شويش. ها تبارك الله كما قلت لكم انا ما كنخليهمش يخمروا بزاف، غير شويش. انا هنا غنطيبهم. الاحسن طيبهم ملي كتعندكم مقله خفيفه. انا عندي هاد المقله ثقيله اللي كنطيب فيها مسمن. هاد المقله وجديه ثقيله. شوف تبارك الله كيفاش جاو، كيجيو منفوخين. شوف تبارك الله، بغيت نقرب لكم هنا الصوره كيفاش جاو. تبارك الله جاو منفوخين. ضروري ملي كنزلوا هاد من يبطبط فوق المقله كنشوفوه بدا كيتنفخ، عاد كنقلبوه، كنبقاو نقلبوه فيه حتى كيتنفخ. هنايا بشويش باش ما حرقوش يدنا. شوف تبارك الله كيفاش كيجيو منفوخين. كما قلت لكم راه تبارك الله كيخرجوا لي كميه. شوف تبارك الله كيفاش جاو منفوخين، جاو تبارك الله مهويين. نتمنى تجربوا هاد الطريقه هذه. تبارك الله كاملين جاو خويين من داخل. انا غنفتحهم معكم وغنوريكم كيفاش جاو من داخل. وهاد الكميه غنعمل شويش، والكميه الباقيه غنفتحها كامله ضروري باش ندخلهم للمجمد. هنا التعميره اللي غنعمل تعميره سهله وفي نفس الوقت بارده، كتجي مزيونه بزاف. والتعميره كيبقى الاختيار ديالكم باش ما عمرو. بالحق التعميره هذه كتجينا بارده ومزيونه وسهله. هنا كنحاول نفتح معكم نوريكم شي كيفاش كيجيو خاويين. شوف تبارك الله كيجيو مشعبين وخاويين من داخل. انا هاد الكميه غنفتحها كامله، والنص غنعملو حيت انا عملت غير حشوه وحده، واللي بقى لي غندخلو للمجمد. غنعملو شي بلاستيكه. هنا بالنسبه للحشوه اللي غنعملو حشوه بارده، هنا عندي الخس والجعده محكوكه، جوج جعدات محكوكين هكا رقيقه. كنعمل ميس او الذره والزيتون الاخضر اللي مقطع. وكنعمل واحد شويه بصيله، ماشي بزاف، غير شويه البصل اللي فرمته او قطعته رقيقه. هنا عندي الثوم كنصفيوه من الزيت، واحد العلبه او جوج ديال العلب ديال الطون طبعا ديال الزيت. وهنا كنزيد مليحه شويه الزيت، وكنزيد وكنجمع بمايونيز. انا كنجمع الحشوه وكنعمرها. صراحه الله الحشوه سهله وكتجي بارده، كتجي مسيونه بزاف. هذا هو اقتراح ديال اليوم. نتمنى من الله الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم بصحتكم فطوركم وتبارك الله عليكم. نتمنى تجربوهم. شوف تبارك الله كيفاش جاو، كيجيو باردين كما قلت لكم، كيجيو ساهلين. يعني في نفس الوقت انتم طيبوهم، فوا كطيبوهم كتعمروهم بهذه الحشوه هذه. كتجي كما قلت لكم ديال الحشوه ديال الشلاضه بارده. والتعميره دائما كتبقى اختيار ديالكم. وها هو فطوري، وانتم بصحتكم فطوركم وعواشركم مبروكه. الله يدخل عليكم يا ربي بالصحه والسلامه وبشر الزياق وباش ما كتمناو. هنا كنقول لكم شكرا لكم بزاف، والى اللقاء الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.